ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم كنت مصوره بصوتي بس حسيت ان الفيديو طويل فرحت مقصره يعني، ورحت مستعجلاه كده ورحت عامله لكم فويس. المهم دلوقتي انا بعمل ايه؟ هعمل كيلو كحك. عملت لا 2 كيلو كحك. دول كيسين دقيق اللي هو الكوثر، قلت لكم ده احسن نوع انا بستخدمه، كان في البسكوت او في الكحك او في البدفور او في اي معجنات عامه. احسن حاجه تستعمليها الكوثر دوت. 2 كيلو دقيق، وجبت عجوه، وجبت عليهم معلقتين سمنه، سيحتهم كده المعلقتين السمنه على النار، ورحت عجنه العجوه كويس جدا علشان تبقى ناعمه. وبعد كده كان عندي ملبن، وكان عندي شويه مكسرات صغيرين كده متبقيين من رمضان يعني. شويه مكسرات رحت حطهم في الملبن، وبرده معلقتين سمنه كنت مسيحهم، وبرده دعكت بيهم الملبن. وبعد كده خدت 3 معالق خميره بيره، لا خميره فوريه، الخميره الفوريه، ورحت حطهم في نص كوبايه ميه وركنتهم على بعض، ركنتهم على جنب. وبعد كده رحت حاطه كيسين الدقيق اهو، هعملهم لكم دلوقتي بالمصفى ديت، نخلته كويس. وبعد كده هحط عليه معلقه بيكنج باودر، واللي هي المعلقه اللي هي الممسوحه. بصوا، ودول ب10 جنيه سمسم، حطيتهم كلهم في مقدار قد ايه؟ 4 معالق، 4 معالق سمسم. ده ال2 كيلو. طبعا انتي هتعملي كيلو، اعملي نص كل حاجة انا عاملاها. وحطيت معلقة ونص ريحة الكحك. ريحة الكحك حطيت معلقة ونص، طبعا ما بتحبيش ريحة الكحك حطي فانيليا، الفانيليا جميلة. وعلى فكرة برضو حابة تحطي فانيليا حطي، حابة تحطي ريحة الكحك حطي. وحطيت معلقة بيكنج باودر ممسوحة، وحطيت رشة ملح. وبعد كده قلبتهم في بعض. عايزة اقول لكم الطبق ده كان صغير يعني، كان حلو في الكيلو، يعني ان انا اعمل كيلو كحك حلو فيه، لكن ال2 كيلو لا. بعد كده هقلبه في علبة تانية. كيلو سمنة كريستال جايباها من السرجة. قلت لكم انا بجيب سمنة لما بعمل كحك ولا بسكوت، بجيب سمنة من السرجة. كيلو سمنة، يعني ال2 كيلو كحك خدوا مني كيلو سمنة. والازازة اللي هي الصغيرة ديت سمنة بلدي. معلش. عايزه اقول لكم لسه والله العظيم بكح لحد دلوقتي، والكحه مش راضيه تروح من قبل رمضان. المهم الحمد لله. دي ريحه الكحك، الازازه ديت ريحه الكحك. عايزه اقول لكم انا اول مره اجيبها، عمري ما جبت ريحه الكحك ديت، بس والله العظيم فرقت جدا فعلا، خلت ريحه الكحك قلب الدنيا. الازازه الصغيره دي فضيتها في السمنه اللي انا مسيحاها. على فكره انا بعمل السمنه مش بغليها على النار، يا دوبك بس بسيحها. وبعد كده دلقتها على دي، وبعد كده قلبته كله ببعض. وبعد كده ابس. بصوا اهم حاجه في الخطوه اللي انا بعملها دي ان انا ببس. طبعا انا خدت ربع ساعه، اكتر من ربع ساعه، وقعدت ابس فيه، اللي هو دعكه ما بين ايديا في الارض علشان ما اطولش عليكم. وبعد كده نقلته في الطبق علشان الطبق التاني كان صغير. وبعد كده استخدمتي قد ايه؟ استخدمت اقل من نص كوبايه لبن على نص كوبايه خميره بالميه. يعني انا حطيت في الكوبايه نص كوبايه ميه، عليهم 3 معالق صغيرين خميره فوريه، وحطيت عليهم معلقتين 3 معالق سكر. ماشي. وبعد كده قلبتهم وسبتهم على جنب. وبعد كده رحت ايه؟ بعد ما بسيت العجينه كويس، بصوا منظر الكحك عامل ازاي. بعد ما عجنته كويس جدا، رحت دلقاهم عليهم. بصوا منظر الكحك، عملت شويه كحك والله العظيم من الاخر تحفه، ودايب دايب وناعم ومش مستحمل وحلو قوي 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 قوي. اعملوه وجربوه. طبعا خلاص اصلا تجربوا، يعني منزله الفيديو متاخر جدا. بس عشان والله الكحة والتعبانة، التعب اللي عندي دوت، ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. كل سنة وانتم طيبين، ويجعل يا رب عيد الخير ووش الخير عليكم يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى أسرتكم كلكم. واللي ما عملش اشتراك بالله عليكم تعملوا له اشتراك، واللي ما عملش لايك يعمل لي لايك. آه